أعزائي، أسعد الله أوقاتكم جميعا. البارحة رجعت متأخر من السفر، واليوم صبح رأيت أحد أزواج أحمر موزايك، لا أعرف السبب، الأنثى أو الذكر عمل بالعش هذا الشكل أو هذا الشكل، أي سحب المواد التعشيش وجعل البيض يكون على البلاستيك بهذا الشكل. وأتوقع أنه أنثى الذي فعلت هذا الشيء، ويوجد إناث يعني لها طبع خاص وطبعه الخاص ويحب يكون العش بهذا الشكل. الآن نحاول أن نوضح لكم كيف نقوم بتبديل العش. نعتبر الآن أن هذا هو العش الخارجي. قبل ما أسحب العش أجيب أي شيء أقدر أضع عليه العش الذي فيه بيوض ويكون بشكل لا يتحرك ببساطة، يعني أقدر أسيطر عليه. وأتي بملعقة شاي، ملعقة شاي، وأحضر العش الثاني الذي أريد أن أنقل إليه البيوض. وحاولت أن أثبت هذا العش بهذا الشكل، ثبته حتى إذا حاول الأنثى يجعل العش بنفس الشكل والمواد التعشيش بهذا الشكل، ويكون البيض تحت على البلاستيك. وهنا 100% خلال يوم أو يومين أو أقل أو أكثر سوف تفسد البيوض. هذا يعني إذا أنا لم أتابع البيوض والإناث والطيور لكان هذه بيوض فسد. الآن أحاول أن أنقل البيوض إلى أحاول بهذا الشكل، أجعل بحذر شديد، مع أنه أنا أحتاج بهذه العملية يدين حتى أثبت العش بيد، وبيد الثاني أطلع البيض من العش بهذا الشكل. يعني لازم أن يكون نمسك البيض العش حتى يكون ثابت بهذا الشكل، ونطلع البيض بحذر شديد بهذا الشكل ونضعهم إلى عش جديد، ونأخذ العش ونرجعها إلى مكانه. وإذا أراد المربي أو بتوقعه يكون من الأفضل اللون العش نفس اللون، نقدر أن نعمل العش الثاني بنفس اللون، أو الآن نرجع العش. لكن قبل ما نرجع العش لمكانه نقدر نخلي لبادة أو أي شيء ونثبتها بالخيط من جانبين حتى لا يتحرك، أو حتى إذا أنثى تحرك العش مرة ثانية بهذا الشكل لا يكون البيوض على البلاستيك، لأن هذا يسبب 80-70% بكسر البيوض لما
أنثى تحضن البيوض وتجلس عليه قد تسبب في كسر البيوض، أو بسبب الهواء اللي يدخل من تحت يكون درجة الحرارة البيض من التحت التي يدخل بها الهواء، ومن فوق البيض اللي تحضن بها الأنثى البيوض وتعطيها درجة الحرارة 36 يكون بها الفرق، ويجعل البيوض تفسد خلال يوم أو يومين. أرجو أني توفقت في وصول الفكرة لكم، ولكم مني التحية والاحترام.